السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ملي كيطلع الصباح في المغرب كاين اللي كيفكر في المشاريع والارباح، وكاين اللي كيهز الهم غير كيفاش يدوز نهارو بلا ما يمد يدو. اليوم غلاء المعيشه ما بقاش مجرد اخبار في التلفازه، ولا بحال شي غول كياكل الاخضر واليابس في ديور المغاربه. فكروا معايا في داك المتقاعد اللي خدم حياته كامله واليوم لقى راسو محاصر بمعاش او خلصه بقات جامده في بلاصتها، بينما كل شيء من حوله شعلت فيه العافيه. فكروا معايا في ديك الطبقه البسيطه اللي كانت كتقاتل باش تجيب التعادل مع الزمان، ودابا لقات راسها خاسره في الماتش قبل ما يبدا. هاد الناس اللي المازوت بالنسبه ليهم ماشي غير ايسانس او مازوت في المحرك، بل هو الخبز والخضره والدواء. وملي كيتزاد 2 دراهم في البومبا راه بحال الا قطعتي النفس على ملايين ديال المغاربه اللي ما بقى عندهم فين يزيدوا يصبروا. في هذه الحلقه غادي ننزلوا للارض ونعرفوا كيفاش هاد الزلزال ديال الاسعار هدم القدره الشرائيه ديال الدرويش، وعلاش الفجوه ولات كتكبر بين طبقه كتغنى وطبقه كتغرق في الحاجه. عمركم سولتوا راسكم على هاد اللغز اللي كيتحل كل ليله؟ كتدخل تنعس وكتفيق تلقى جيبك تنقب ب2 دراهم في كل لتر. البارح كان المازوت بثمن واليوم بثمن اخر، والزياده جات في 5 ثواني ما بين 11 و 12 ديال الليل. علاش هاد الصدمه دقه وحده؟ وعلاش ملي كيطلع بالسلسله وملي كينقص بالسنتيمات؟ بزاف كيقولوا لينا راه الظرفيه الدوليه راه الصهد اللي نايض في العالم، ولكن اجي نرجعوا ل 2008 عقلتوا عليها. برميل النفط وصل ل 135 دولار، ومع ذلك المغاربه ما فاتوش 8 دراهم ونص في المازوت. واليوم البرميل رخص من هذا الثمن بزاف، وحنا واصلين ل 12 و 13 درهم. الفرق فين كاين؟ الفرق هو ان شحال هادي كانت عندنا مقاصه وكان عندنا سوق مقنن. اليوم حنا في السوق الحر، يعني اللي بغى يبيع بشي ثمن كيبيع به. ولكن المثير في هذه القصه كامله هو واحد السؤال اللي حير المغاربه هاد الايام. دابا الوزاره كتقول لنا ديما باللي عندها مخزون استراتيجي كيكفي لشهرين. كيفاش غير وقع هاد الصهد الدولي في مضيق هرمز هاد 2 السيمانات انتو زدتو علينا 2 دراهم في البومبا في 24 ساعه؟ واش هاد المازوت اللي شريناه البارح بهاد الثمن الغالي هو نفسه اللي عاد خرج من وسط هاد الروينه العالميه ووصل عندنا في دقيقه؟ ولا راه الستوك اللي عندكم اصلا شارينه بثمن رخيص وباغيين تبيعوه لينا بالثمن ديال الازمه؟ هاد السرعه الصاروخيه في التنفيذ ملي كيكون الغلاء، وخطوات السلحفات ملي كيرخص الثمن في العالم، راه هو اللي كيبين باللي كاين لغز كبير في المخزون. واش هاد المخزون كاين غير في الوراق والتقارير، ولا كاين اللي كيستغل هاد التقلبات المفتعله باش يعمر الصندوق على ظهر الدرويش؟ وسط هاد الروينه كلشي كيسول بمراره، فين هي لا سمير؟ هاد المصفات اللي كانت هي العكاز الطاقي ديال المغرب، كون كانت خدامه اليوم كنا غنربحوا 2 دراهم ونص في كل لتر. ثمن التكرير اللي دابا كتمشي عمله صعبه لبرا. لا سمير ماشي غير تكرير، هي مخزون طاقي. يعني حتى لا شعلت العافيه في السوق الدوليه حنا عندنا باش نسلكوا راسنا شهر ونص بلا ما نقيسو جيب المواطن. ملي سدينا لا سمير ولينا عريانين طاقيا، ما كاين لا انتاج لا تكرير، وطلع لينا حتى المخزون قليل
ومتحكمين فيه لوبيات ما كترحمش. وإلا نزلنا دابا للأرض غنلقاو هاد المجمر كيكوينا كاملين في المارشي. واش كيحسب ليكم القصة كتحبس غير عند المازوت والطوموبيلات؟ لا، هادي راه كرة ديال العافية اللي بدات بالبومبا ووصلت حتى للكوزينة. المازوت في المغرب هو اللي كيحكم في كل شيء. ملي كتطلع ديك 2 دراهم في البومبا راه بحال الا شعلتي العافية في الحانوت وفي المارشي والصيدلية والمحطات الطرقية. شيفور الكاميو، الحافلات، الفلاح اللي كيسقي بالموتور وحتى مول الحانوت، كل شيء كيزيد من عنده. وفي الأخير شكون اللي كياكل الدق؟ انتي وانا والمواطن البسيط والمتقاعد اللي ولا غير كيشوف ما حيلته للدواء ولا للمعيشة. دابا الدخول للمارشي ولا كيخلع، كتوقف قدام الخضار كتبان لك الخضرة طالعة للسما، تمشي للجزار كتدخل غير تشوف واش زاد، اما النقصان ما بقينا كاع كنحلموا به. وحتى داك السردين العشق الازرق اللي كان كيتسمى ديال الدرويش ولينا اليوم كنشوفوه غير بالعين وكندوزو. السردين اللي كان هو الديباناج والملاذ الاخير ملي كتقهرنا المعيشه، هاد العام حتى هو دار القرون وطلع عليه الشان. واش كاين شي قهره اكثر من ان بلادنا عندها 2 بحوره والسردين فيها وصل 30 درهم؟ المواطن اللي كان كيهرب من الغلاء ديال اللحم والدجاج للشوايه ديال السردين لقى راسو اليوم محروم حتى من هاد اللقمه البسيطه. المازوت اللي غلى على المراكب والشناقه اللي كيتسناو الحوت في المرسى خلاو الحوته المسكينه تولي حلم بعيد. الدجاج طار للسما والقفه اللي كانت كتعمر ب100 درهم دابا ولات كتحشم رب الاسره قدام ولادو. وفاش كنهضروا على الغلاء ما يمكنش ندوزو بلا ما نوقفوا عند الامتحان الصعب اللي غيواجهو كل اب مغربي في الايام المقبله، امتحان عيد الاضحى. فرحه العيد اللي ولينا كنخافوا منها اكثر مما كنتمناوها. كلنا عقلنا العام اللي فات كيفاش سيدنا نصره الله حس بالدرويش وبالظرفيه الصعبه ديال الجفاف، ولغى العيد باش يخفف الضغط على الطبقه الهشه والمتقاعدين والناس اللي على قد الحال. كانت التفاته اللي بردات القلوب في ديك الوقفه الصعبه. وهاد العام ربي كرمنا بالشتيوه، خضرات الارض وروات البهيمه، وكان عندنا امل كبير نشوفوا الاسواق ديالنا كتفرح والثمن يرجع لعقله باش كل شيء يعيد بكرامه. ولكن للاسف الرياح جات بما لا تشتهيه قفه المسكين. واخا كاين الخير واخا كاين الكلاء، الشناقه واللوبيات والزيادات اللي طالت كل شيء خلات حولي العيد يولي بحال الذهب. كنشوفوه وما كنقيسوهش. وما بقاش المشكل في الجفاف ديال السما ولا المشكل في جفاف القلوب والجشع اللي خلى الغلاء يزيد كثر وكثر. المواطن اليوم واقف حاير قدام الرحبه كيسول راسو بمراره، واش هاد العام غنقدروا نفرحوا وليداتنا ولا غتكون غصه اخرى كتضاف لليسته ديال المعاناه؟ مسكين اليوم راه محطوط فوق الشوايه من جهه صاد المحروقات اللي نشف الجيوب، ومن جهه اخرى قارات المعيشه اللي كوات القلب وحفات العين. الصبر ما بقى فيه ما يتجبد والحرقه واصله للعظم والناس ولات كتسول بمراره. وملي كنشوفوا هذا الشيء كنرجعوا لواحد القرار في 2015 قلب كاع الموازين. المغرب قرر يحرر الاسعار والنتيجه شركات المحروقات ولات هي اللي كتحكم. مجلس المنافسه كيهضر والوزاره كتقول عندنا المخزون، ولكن الواقع في البومبات شكل آخر. الغريب هو هذا التوافق العجيب، كاع الشركات كيزيدوا في دقة واحدة. واش هذه منافسة ولا تفاهم؟ والمواطن مسكين هو اللي كيسلك الضريبة في الأخير. الصبر تقاضى والناس ولات كتسول بمرارة، واش هذا الغلاء قدر مكتوب ولا جشع لقى السيبة ما لقى اللي يردو؟ والخلاصة الزيادة كتجي في ثواني والنقصان كياخد سنين، والضحية دائما هو داك الدرويش والمتقاعد والطبقة اللي كتحفر في الصخر باش تعيش بكرامة.
واش غنبقاو راهينه لهاد الروينه العالميه، ولا خاصنا حلول حقيقيه ترجع لينا سيادتنا الطاقيه وتحمي جيب المواطن من هاد النزيف؟ قولوا لي في التعليقات كيفاش كدوزوا نهاركم مع هاد الغلاء. واش كتحسوا فعلا باللي هاد التقلبات هي السبب، ولا الكرش هي اللي وسعت؟ وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى انه ينال استحسانكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش علينا بدعم القناة، الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والبارطاج باش صوتنا يوصل.